أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة أعزائي المشاهدين والمتابعين. اليوم إن شاء الله راح أتبل دجاجة دبس فليفلة ملعقتين. يعني خلي هاي حلوة، إذا تحبون شوية تخلون حارة بكيفكم. ملعقتين لبن أو خاثر، بهارات، بس راح أخلي بهارات فليفلة، بابريكا عفوا باردة. راح أخلي ليمون دوزي ملعقة، ليمون دوزي، وليمون، ليمونة ونص، وزيت زيتون، زيت زيتون ربع كوب، ربع كوب زيت زيتون، وملح. هسه راح أخليه بالملعقة. خليت 3/4 ملعقة أكل ملح، حسب يعني انتوا اللي تريدوه. اكو ناس ما تحب المالحة، اكو ناس اكو حسب. هسه مزجته. اليوم انا راح اسوي نص دجاجة واشويها بالفرن. كل ما تتنقع الدجاجة تنطي نكهة وطعم اكثر. هسه اني يعني راح انقعها 4 ساعات، بعدين راح اخليها بالفرن. طبعا اني سويت بيها فتحات لتفوت الصلصة بيها. هسه راح انقعها 4 ساعات، وقلت لكم كل ما تطول فترة التنقيع مالتها تصير اطيب. راح انتظر 4 ساعات ان شاء الله، وراها نرجع نشويها. طبعا بعد ما انتظرتها، طبعا بعد ما نقعت 4 ساعات حطيت كوب رز غسلته حطيت ويا بوتيتا، وحطيت المونة والدجاج كلها، ما خلي شيء لتمه، بس المونة مال الدجاج اللي نقعتها بيه. خليتها بشيس حراري. بس راح اخليها بالفرن لمدة تقريبا 45 دقيقة. خلينا نقول اول شيء، اول بداية ربع ساعة 10 دقائق نار عالية، وبعدين نخفضها الى 200 درجة. زين على كيف يستوي الرز. طبعا طلعتها من الفرن ساعة خليتها. هسه راح افتحها. طبعا حطيتها بشيس حراري. خلي افرغها من الكيس وارجع. طبعا شوفوا التمن شلون لمعة، والدجاجة مستوية كلش. بس والله الطعم كلش طيب، جربوها. انتظرونا ان شاء الله طبخة ثانية.